يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا ست الكل هعمل لك العجينه المورقه بدون زبده توريق خالص وبالزبده العاديه. كلنا عارفين مدى خطوره الزبده التوريق دي، خطره جدا يا جماعه ومش صحيه بالمره. النهارده بقى في 10 دقايق بالظبط هتعملي العجينه مورقه بزبده عاديه خالص. يلا بينا يلا بينا. بس قبل ما يبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم مشاهدين المحترمين، لايك وشير وسبسكرايب لوصل مميز. اتمنى يا جماعه تشيروا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم بالفائده للجميع. واتمنى متابعين اليوتيوب ومتابعين التيك توك ينورونا على صفحتي الجديده على الفيسبوك، واسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت، واسيبها لكم برضه في صندوق الوصف. ويلا بينا على المقادير السهله البسيطه في 10 دقايق يا ست الكل هتعمليها. مبدئيا كده انا معايا نص كيلو من الزبده. حابه تستخدمي اي زبده مفيش مشكله خالص، بس الوصفه بتاعتنا دي يا جماعه ما تنفعش تستخدمي فيها الزبدة اللي هي الفلاحي لأن فيها نسبة سوائل عالية. فأنا حبيت إن أنا أستخدم، أنا من النهاردة مستخدمة زبدة فرن بدرجة حرارة المطبخ. هتبدأي تجيبي كيس كده وتبدأي تعمليها على شكل مستطيل، أو تجيبي ورقة زبدة وتبدأي تطبقيها كده. المهم تعمليها بسمك واحد، ما تبقاش فيها حتة عالية وحتة هبطانة. وهندخلها الفريزر 10 دقايق بس يا ست الكل. ونيجي للعجينة بتاعتنا اللي مفيش أسهل منها. معايا كوبايتين من الدقيق بيعادلوا 400 جرام، ومعايا معلقة صغيرة من الملح. طبعا المية يا جماعة ممكن تزيد معلقتين تلاتة على حسب نوع الدقيق. أنا زودت على الكوبايتين دول حوالي معلقتين تلاتة كده. ومعايا معلقة كبيرة من السكر. موضوع سهل يا جماعة وبسيط جدا. ومعايا معلقتين كبار من الخل. الخل بنحطه هنا يا ست الكل علشان دي مادة حافظة للعجينة معاكي. واقول لك العجينه هتقعد معاكي في الفريزر قد ايه وهتقعد في التلاجة قد ايه. معايا تلت كوبايه من زيت، يكون زيت ملوش ريحه، عباره عن 80 جرام. وهنبدأ نقلب الكلام ده كله مع بعض. وهننزل بكيلو من الدقيق يكون مخصص للمخبوزات كله عرق يعني. وبعد كده يا ست الكل هنعجنها 5 دقايق. انا قلت لك ممكن العجينه تاخد معاكي معلقتين تلاتة كده ايه، سوائل يعني ميه. ما تزوديش علشان احنا مش عايزين العجينه بتاعتها تبقى طريه. العجينه يا جماعه بتاع العجينه المورقه دي بتبقى جامده قاسيه، مش بتبقى طريه ابدا. وبعد كده هعجنها زي ما انتم شايفين 5 دقايق. بعد ما اعجنها 5 دقايق هريحها بس 10 دقايق يا ست الكل. انا بقى بقول لك يا ست الكل، لو وصلت المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك. وهكون اسعد لو بعتي لي اي كومنت كده يخطر على بالك، يعني ورده جميله زيك او وجه مبتسم، والله يسعدني كتير. وحابه تقولوا لي انت بتشاهدوني من انهي بلد، وبرضه تقيمي لي الوصفه يعني من 1 لحد 10، علشان لو في اي ملاحظه ولا حاجه يعني اخد بالي منها في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. نرجع الفيديو بتاعنا. شايفين بعد ما فردت العجينة زي ما انت شايفاها بفردها ضعف المستطيل بتاع الزبدة، يعني بحيث ان انا احط الطرفين عليها يقابلوا بعضهم زي ما انت شايفة كده. بعد كده بشيلها من الكيس وابدأ احطها اهو. وبعد كده بنحط الطرفين على بعض. طيب انا بقولك يا ست الكل، المفروض تحطي الزبدة دي 10 دقايق بس، ما تكتريش عن كده. خلي بالك من الملاحظات اللي انا هقولك عليها علشان تعملي العجينة بمنتهى السهولة. اهم حاجة كل شوية رشة من الدقيق، كل شوية من تحت كده ترشي رشة من الدقيق، علشان الدقيق ده هو اللي هيخلي الزبدة ما تطلعش من العجينة. لكن لو قعدتي كده تفردي من غير دقيق العجينة هتفتح منك والزبدة تخرج. أهم حاجة في الفتحة الأولانية لازم أكسر كده تكسيرة، ما أقومش سحبة مرة واحدة. لو أنا سحبت وفردت مرة واحدة الزبدة هتطلع من العجينة. خليكم عارفين إن دي مش زبدة توريق، دي زبدة عادية. زبدة التوريق عادي تقدري تتعاملي معاها بمنتهى السهولة، بتبقى هي والعجينة حتة واحدة. لكن احنا بنقعد نسيسها ونحايل فيها علشان ما تطلعش من العجين. ببدأ أحط النشابة من نص لبره، ومن بره لجوه كده، من نص لحد النص. ما اروحش بقى اجيب النشابة من اول العجينة لاخرها، لا. في الوقت ده طبعا بفردها بطول 80 سنتي في عرض 40. شايفينه معايا مسطرة ال80 دول يا جماعة، يعني 4 أشبار من ايدك. طول 80 في عرض كام 40، في عرض 40 دول اللي هم شبرين 2 من ايدك يا ست الكل. كل شوية برفع الأطراف وارش رشة من الدقيق علشان أضمن إن تحتها دقيق. انا بقول يا جماعه كل الملاحظات علشان الوصفه تنجح معاكي. في بعض الناس لا انت بتطولي الفيديو، لا يا جماعه انا بقول لك، انا بتكلم في سياق الوصفه نفسها علشان انا عايزه يا ست كل الوصفه تنجح معاكي. الحاجات غاليه ولما الوصفه تبوظ منك هتدعي عليا.
شايفين انا بعمل ايه؟ كل شوية ترفعي وترشي رشة من الدقيق، وما تنساش الخطوة دي. اهو شايفين كل شويه برفع بقى. دلوقتي خلصت بقى، ببدا ايه، اشيل الدقيق خالص انفضه، واخد خط منتصف في النص العجينه بالظبط، علشان في النص العجينه هطويها طيتين، والنص التاني هطويها طيتين زي ما انت شايفه كده. طبعا الصوره خير دليل. بعد ما اطوي دي طيتين ودي طيتين، بسيب حوالي سنتي في النص، علشان لما اجوزهم على بعض يبقى ايه، في براح يتجوزوا عادي. اهم حاجه كل شويه بتنفضي دي يا ست الكل كويس قوي. حد كده الموضوع سهل ومفيش اسهل منه. بعد كده هدخلها التلاجة بس 5 دقايق، احطها في كيس كده علشان ايه، ما تنشفش من التلاجة. 5 دقايق، وما تسيبهاش اكتر من كده. العجينة لو ريحت اكتر من 5 دقايق هي اللي هتتحكم فيكي، مش انت اللي هتتحكمي فيها. احنا مش عايزين نديها فرصة تريح بزيادة. شايفين التكسيرة اللي انا كسرتها دي؟ لازم تكسريها كده الاول، ما تروحيش بقى داخله عليها هجم كده وتقعدي تفردي تقوم راحه متقطعه العجينه منك. لان برجع واقول ان دي مش زبده توريق، دي زبده عاديه، فبيبقى برضه فيها بعض السوائل، فلازم تحايليها. شايفين هي دي الفردة الأخرانية، ما عدناش بقى فردنا يجي 50 مرة ولا الكلام ده خالص. الموضوع سهل خالص. كل شوية رشة من الدقيق برضو، تضمني ان الزبدة ما تطلعش من العجينة. طيب، في الطاية الأخرانية دي هتبقى بطول كام وبعرض كام؟ الطاية الأخرانية دي ست كل هتبقى بطول 60 سنتي، في عرض 30 سنتي. طيب طول 60 يعني 3 أشبار من ايدك يا ست الكل. ببدأ برضو انفض الدقيق، وابدأ اخد خط منتصف زي ما انت شايفة كده. لازم اخد خط المنتصف ده، علشان نص العجينة بطويها طيتين والنص التاني بطويها طيتين. شايفين؟ اهم حاجة تنفضي الدقيق كويس اوي. وبعد كده اضمهم على بعض، وبعد كده اقطعهم. انا هقطعهم 4 قطع. شايفين؟ وخلصنا العجينة المورقة. مفيش اسهل من كده، ما خدتش لا وقت معانا ولا مجهود، وعملتيها بمنتهى السهولة. وطبعا مش من الزبدة بتاعة التوريق دي خالص، لان الزبدة بتاعة التوريق دي يا جماعة مضرة جدا جدا جدا، وما تحاولوش تجيبوها ابدا. هي بتبقى النتيجة بتاعتها مبهرة فعلا، بس لا، مش حلوة خالص. وبعد كده اقطعهم 4. ممكن تعملي بقى ملفيه، ممكن تعملي فطاير، تعملي اي حاجة بيها تحتفظي بيها في الفريزر. يعني بكيس محكم الغلق هتاخد معاكي يجي 6 شهور في الفريزر. لو عايزة تحتفظي بيها في التلاجة 5 دقايق، يعني 5 أيام بس. تغلفيها كويس وحطيها في التلاجة فوق كده 5 أيام، مش أكتر من كده. وأسيبكم في رعاية الله وأمانه. انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.